أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هناخدكم في رحلة في قلب الحرب العالمية الثانية، أكبر صراع في تاريخ البشرية. في الجزء الأول ده هنركز على السنوات الأولى من 1939 إلى 1941. إزاي ألمانيا سيطرت على أوروبا، إيه اللي حصل في هزيمة فرنسا، وإزاي عملية بربروسا غيرت الموازين. وهنتكلم كمان عن هجوم بيرل هاربر اللي قلب الدنيا. ولو عايزين تعرفوا القصة كاملة اضغطوا اشتراك وفعلوا الجرس ويلا نبدأ. الحرب بدأت بسبب طموحات هتلر التوسعية، الأزمة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الأولى، ومعاهدة فرساي اللي أذلت ألمانيا. كل ده كان زي البارود اللي انفجر في سبتمبر 1939. خلونا نشوف ازاي بدأت القصة. في 1 سبتمبر 1939 ألمانيا النازية غزت بولندا باستراتيجية الحرب الخاطفة اللي هي البليتسكريغ، هجوم سريع بدبابات البانزر، طائرات اللوفتوافا ومشاة نساقين. طب ليه هتلر كان عاوز إقليم دانزيغ وأراضي بولندية ورفض بولندا التفاوض؟ ألمانيا هاجمت من الغرب، والاتحاد السوفيتي بموجب ميثاق مولوتوف ريبنتروب هاجم من الشرق. فأقل من شهر بولندا انهارت وتم تقسيمها بين ألمانيا والسوفيت. نتيجة ده بريطانيا وفرنسا أعلنوا الحرب في 3 سبتمبر، لكن ما كانش فيه قتال فعل كبير في الغرب، المعروفة بالحرب الزائفة. غزو بولندا كان زي الدومينو الأولى اللي وقعت وخلت العالم كله يدخل في دوامة الحرب. معركة فرنسا واحدة من أكبر انتصارات ألمانيا في الحرب. ألمانيا استخدمت الحرب الخاطفة مرة تانية، لكن المرة دي بذكاء أكبر. بدل ما يهاجموا من خط ماجنو اللي كان عبارة عن تحصينات فرنسية قوية على الحدود الفرنسية الألمانية، الألمان عدوا من غابات الأردن، مكان ما كانش متوقع بالنسبة للفرنسيين، لأن الفرنسيين كانوا معتقدين أو كانوا متوقعين إن ألمانيا هتعدي من الحدود البلجيكية الفرنسية، ولكن الجيش الألماني عدى من غابات الأردن، وهي غابات وعرة جدا بالنسبة للدبابات والمدرعات. القوات الألمانية بقيادة روميل وجودريان تقدمت بسرعة وقطعت جيوش الحلفاء لنصين. لما حصرت ألمانيا قوات الحلفاء في ميناء دونكيرك، بريطانيا نفذت عملية إنقاذ ونقلت حوالي 338 ألف جندي عبر بحر المانش باستخدام سفن حربية وحتى قوارب مدنية. باريس سقطت في 14 يونيو، وفرنسا وقعت هدنة في 22 يونيو. فرنسا انقسمت إلى منطقة محتلة من الألمان، وحكومة فيشي التابعة ليهم برضو في الجنوب. في 6 أسابيع بس ألمانيا دمرت واحدة من أقوى دول أوروبا، بس بريطانيا كانت لسه واقفة على رجليها، وده هيخلي هتلر يغير خطته. ألمانيا حاولت كسر بريطانيا عن طريق قصف جوي مكثف علشان تهيئ لغزو بري. اللوفتوافا استهدفت المطارات، المصانع والمدن زي لندن وكوفنتري. بريطانيا قامت بفضل سلاح الجو الملكي، طائرات زي سبيتفاير وهاريكين ونظام الرادار اللي كان متطور جدا. وينستون تشرشل رئيس الوزراء ألهم الشعب بخطاباته زي We shall fire on the beaches. النتيجة إن ألمانيا فشلت في تحقيق التفوق الجوي، وهتلر ألغى خطة الغزو. معركة بريطانيا كانت أول هزيمة كبيرة لهتلر، لكن كان عنده خطة أكبر بكتير: الاتحاد السوفيتي. في 22 يونيو 1941 أكبر غزو عسكري في التاريخ. ألمانيا هاجمت الاتحاد السوفيتي ب3 مليون جندي و3000 دبابة و2500 طيارة. هتلر كان عاوز يسيطر على الأراضي السوفيتية لغاية جبال أورال ويدمر الشيوعية. ألمانيا قسمت قوتها على 3 جبهات: شمال لينينغراد، وسط موسكو، وجنوب كييف. في الأشهر الأولى ألمانيا حققت انتصارات كبيرة زي معركة كييف سبتمبر 1941 اللي أثر فيها حوالي 600 ألف جندي سوفيتي. لكن الشتاء الروسي القاسي والمقاومة السوفيتية الشرسة وخطوط الإمداد الطويلة أوقفت التقدم الألماني قبل موسكو. الألمان وصلوا ضواحي موسكو
لكن السوفييت بدأوا هجوم مضاد في ديسمبر 1941، وبدأت الجبهة الشرقية تتحول لكابوس لهتلر. بربروسا كانت طموح هتلر الأكبر، لكنها كانت بداية النهاية. يوم 7 ديسمبر عام 1941 اليابان هجمت قاعدة بيرل هاربر الأمريكية في هاواي. اليابان كانت عاوزة تسيطر على المحيط الهادي، وشافت إن أمريكا هي العقبة الرئيسية. اليابان أرسلت 6 حاملات طائرات ودمرت 8 سفن حربية أمريكية وأكثر من 300 طيارة. الخسائر البشرية لأمريكا كانوا حوالي 1400 قتيل أمريكي. أمريكا دخلت الحرب رسميا في 8 ديسمبر وأعلنت الحرب على اليابان، وبعدها ألمانيا أعلنت الحرب على أمريكا. الحرب بقت عالمية بجد. بيرل هاربر قلبت الطاولة، أمريكا دخلت الحرب، ودول المحور بقى قصادهم قوة جديدة هتغير كل حاجة. من غزو بولندا إلى هزيمة فرنسا، معركة بريطانيا، بربروسا وبيرل هاربر. السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية كانت مليانة أحداث غيرت العالم. ألمانيا سيطرت على أوروبا، واليابان فتحت جبهة جديدة في المحيط الهادي. لكن في الجزء الثاني هنشوف إزاي الحلفاء بدأوا يقلبوا الموازين في معارك زي ستالينجراد والنورماندي. لو عجبكم الفيديو شاركوه، اكتبوا تعليقاتكم، واشتركوا علشان تكملوا القصة معانا. سلام.